وانا بجهز للفيديو الجديد بتاعي وبلبس نظارتي الجامده جدا اللي هي اصلا نظاره 3 دي، بس انا بعمل لها فايده بعد ما رحت فيلم افاتار ونمت فيه كله. اهو نطلع من الفيلم بفايده. المهم يعني بعد ما قعدت عشان اصور الفيديو بتاعي اكتشف ان المايك بتاعي اتقطع. المايك ده من اهم المايكات عندي رغم انه من ارخصهم وما اقدرش اصور من غيره الصراحه، وللاسف ما كانش فيه طريقه ان هو يتصلح فيه. اكيد يعني انا واخد بالي ان انا بستخدم مايك في الفيديو، بس ده المايك بتاع صاحبي يعني استلفته منه مؤقتا. المهم يعني بعد ما المايك بتاعي اتقطع وقعدت اصيح شويه قررت ان انا اشتري مايكين مش مايك واحد بس. هتعرفوا ليه بعد شويه انا طلبت اتنين مش واحد بس؟ راجل لسه ما عملتش؟ يلا بينا نبدا. تعالوا بينا بقى نعمل انبوكسنج. اللي ما يعرفش ان انا دايما بستخدم مايك البويا ام 1 العادي، انما ده المايك البرو. الحاجه المميزه فيه غير ان هو ضعف ثمنه تقريبا ان هو فيه نويز كانسليشن او عزل للضوضاء، جاي معاه المانوالز بتاعته حبه الورق. خلينا نعمل انبوكسنج للمايك الثاني. المايك ده بروحين يا جماعه، ايوه هو بروحين، مايك بمايكين عشان خاطر لو اتنين بيتكلموا صوت بعض، او لو انا بتنقل في الاستوديو فاحط اكتر من مايك في اكتر من مكان. خلونا بقى نعمل تجربه مهمه جدا، هنقارن بين الثلاث مايكات، المايكين اللي انا شاريهم جداد والمايك اللي انا سارقه من صاحبي. ولو المايك اللي انا سارقه من صاحبي عجبكم هاخد بلطجه كده.